اوكي. لا يعني هو لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، بس يعني كانت مفاجأة من العيار الثقيل جدا. يعني هي كانت مش مفاجأة، هي كانت صدمة حقيقية. كوت ديفوار، منتخب الأفيال، منتخب جاي من بعيد، منتخب خد تالت من المجموعة، واللي هو خلاص يا جدعان يعني مفيش أمل. 3 نقط، راحت المغرب مدياله ريحة الأمل كده. هو شم نفسه من هنا وراح دايس دور ال16، دور ال8، دور قبل النهائي، وهو في نهائي أفريقيا. إنها الماما أفريقيا، إنها الماما أفريقيا حرفيا يعني. مصر، الجزائر، المغرب، جنوب أفريقيا، غانا، السنغال. الكبار صاروا. لا بطولة مجنونة حرفيا يعني. مين كان يتوقع ان النهائي كان ممكن يكون جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية؟ ايوه اقل، كانش حد يتخيل دي. وكان ممكن كان فيردي تعدي وتكمل، كان عندها الفرصة لها من ضربات جزاء. كل منتخب لعب ضربة جزاء فكان عنده امل انه يعدي. فبطولة غريبة يعني، بطولة غريبة. جنوب افريقيا والكونغو تلعب تالت ورابع، ونيجيريا وساحل العاج او ساحل العاج تلعب النهائي. فلا يعني بطولة مجنونة حرفيا. وطبعا يعني بأس تخيل انت، تخيل كده الحسبة ان انت طلعت انت مسيرتك كملت هي مكان الكونغو الديمقراطية بنفس الستيب، بنفس الخطوات لحد ما وصلت لثالث ورابع. هل كان هيتعامل الجمهور مع المنتخب برضه زي ما اتعامل او الاعلام مع المنتخب زي ما اتعامل مع المنتخب في لما خسر النهائي قصاد السنغال؟ اللي هو احتفاء والبطولة واحنا وكنا نوصل ونقدر، بس الحظ النصيب. يعني هي اوكي ضربات الجزاء بالاخص نصيب، بس انت ما عملتش حاجة في البطولة دي تقول لك ان انت حتى لو وصلت كده ان احنا نتمنى لك انك تكسب البطولة. انت ما عملتش حاجة بربع جنيه يعني تقريبا. دقايق انت لعبت 3 ماتشات، دقايق معدودة. ان احنا نقول ان انت لعبت فيهم 4 ماتشات، لعبت فيهم دقايق معدودة، دقايق معدودة اللي لعبت فيها كورة. غير كده كان بلع. ف كونجراتيليشن، مبروك لكوت ديفوار العائد من الموت، ومبروك لنيجيريا الوصول للنهائي. ونتمنى انه يكون نهائي قوي ما بين منتخبين قويين برضو في يعني المفاجآت كانت بس في الادوار التمهيديه، في الادوار المتقدمه من البطوله، لكن في النهايه يعني امر طبيعي وجود كوت ديفوار ووجود نيجيريا هو امر طبيعي، مش امر استثنائي ولا امر غير طبيعي. هو امر كانش متوقع بس يعني تباعا على السيناريو اللي حصل في البطوله. كوت ديفوار كانت ثالث البطوله، ثالث المجموعه، وكان عندها فرصه او كان في تركايه انها ممكن تطلع بره البطوله من دور المجموعات. لكن يظل او تظل كوت ديفوار منتخب قوي، منتخب كبير. لكن كل المنتخبات اللي كان ممكن تكسر رقم يعني او تقرب، مش او تكسر لان مفيش حد لسه هيكسر منتخب مصر دلوقتي، اللي كان ممكن يقرب من منتخب مصر في ال7 بطولات خرجوا. نيجيريا تقريبا معاه 3 أو 2، ف يعني ماكسيمم هيبقى 3. وكوت ديفوار نفس القصة تقريبا، واحدة أو 2. وبرضه يعني واحد أو 2، واحد كل واحد منهم واحد أو 2 أو 3. مفيش حد ليفل عالي في الأرقام بتاعة البطولة من الاثنين اللي وصلوا. طبعا لو كان كونغو جنوب افريقيا فكان هيبقى بلح، مفيش حاجه لسه يبتدوا يقولوا ها في البطوله. فبطوله غريبه وعجيبه، وهي ماما افريقيا مش غريبه عليها، لكن نتمنى ان احنا نشوف ماتش قوي في نهائي كاس افريقيا 2023 اللي بيقام في 2024. سلام.